ازيكم يا شباب، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده بقى الفيديو بتاع النهارده مختلف شويه. انا حمد، زي ما عرفتكم في الفيديوهات اللي قبل كده، بدرس هندسه ميكانيكا في ايطاليا حاليا. وقبل كده برضه كنت بدرس هندسه ميكانيكا في مصر، كليه الهندسه جامعه الزقازيق. النهارده انا هنا عشان احكي لكم رحلتي من مصر لايطاليا. انا طبعا هنا دلوقتي عايش بقالي سنتين ونص، بقالي سنتين وخمس شهور هنا دلوقتي حاليا في ايطاليا. ولأول مرة قررت إن أنا هحكي لكم كل التفاصيل بتاعت رحلتي. إزاي قررت وإزاي الفكرة جت في دماغي وإيه اللي حصل وإزاي أنا هنا دلوقتي. يوم من الأيام وأنا في تاني يوم من امتحانات الميد تيرم في كلية الهندسة جامعة الزقازيق، كنت طالع من اللجنة وأنا مش راضي عن نفسي خالص بصراحة. يعني الامتحان عدى بالعافية ودماغي كانت مشوشة، ما كانش أحسن حاجة الامتحان. المهم خلصت امتحاني وبعد كده خدت بعضي ورحت على القهوة اللي جنب الجامعة. اللي من الزقازيق طبعا هيعرف هي قهوة إيه. أزمة. القهوة اسمها أزمة. أزمة ده اسم القهوة يا جماعة، ما تتخضوش. ما علينا، يعني القهوة دي كنا بنتجمع فيها دايما، أنا وصحابي كلهم، وتقريبا يعني أغلب الجامعة بتخلص بتروح تقعد هناك على القهوة. فخرجت، رحت قعدت، قابلت صحابي هناك. فأنا داخل عليهم، واحد صاحبي شافني داخل وزعلان ومكشر ويعني باين عليا الهم. فبعدين بيقول لي ايه يا عم مالك، تعالى العب معايا 10 الضمنه دي. قلت له يا عم بلا العب ضمنه بلا بتاع، سيبني في حال الله يرضيك، ابعد عني، انا يعني فيها اللي مكفيني ومش ناقص. يقول لي ايه ماء سودا؟ قلت له ما فيش بعد كده. فقال لي خلاص بص، البلد دي اصلا شكلها مش لينا، احنا اللي زينا ملوش قاعده هنا، يلا بينا نروح ايطاليا. قلت له يلا. بنفس نبرة الهزار، هو بيقولها بهزار يعني، فانا برضو ايه مشيت الكلام بهزار معاه وقلت له يلا يا عم بينا. قال لي هخلص 10 الضمنه ونمشي. قلت له ماشي، اقعد اشرب كوبايه شاي هنا لحد ما نخلص. هو قعد يلعب 10 الضمنه وانا قعدت اشرب كوبايه الشاي. بعد شويه كده نص ساعه والموازين حرفيا بتاعت حياتي كلها اتغيرت. لقيته بيقول لي ايه يلا. قلت له يلا. فقمت، وبعدين ما كانش في حد فيهم طبعا مصدق، يعني ما فيش، السفر مش بالسهوله كده، مش في ساعتها القرار بيتاخد يعني، بس هو ده اللي حصل والله. المهم بس فقمنا سلمنا على اصحابنا واحضن بقى ووداع وبتاع، وهم كلهم طبعا بيهزروا وبيضحكوا طبعا، يعني هزار ما بيننا وبين صحابنا احنا قاعدين على القهوه. فانا كنت واخد سكن قريب من الجامعه يعني علشان الدراسه وكده. المهم ايه، قلنا هنروح نجيب شويه حاجات من الشقه وبعد كده نمشي. يلا بينا. يلا بينا. واحنا ماشيين على الطريق بنتكلم انا وهو وهنعمل ايه وكده، فلقيته بيقول لي ايه يا عم انت اهبل، تسافر فين وبتاع. انا كنت بهزر، ما فيش الكلام ده. يعني انا كنت عايز اخش الحمام وبتاع، بس حمام القهوه مقرف. قلت اروح اعمل حمام عندك في الشقه. فانا قلت له يا عم انت بتهزر يا عم، يا عم انت بتهزر يا عم، يا عم الكلام ده وبتاع. كنا قعدنا معاهم شويه، ما كنتش عايز اقوم انا وبتاع، كانت القعده حلوه. فقال لي بس يلا تعالى نوصل لحد البيت وبعد كده نرجع. قلت له ماشي يلا. اول ما دخلنا الشقه، اول ما بفتح الشقه ودخلنا، هو دخل الحمام وانا لسه ما قعدتش ببص لقيت ايه، ثلاثه كمان من صحابنا داخلين، تقريبا جايين يتاكدوا بنفسهم او كده. آه... انتوا رايحين فين وانتوا اتهبلتوا، وايه اللي انتوا بتعملوه ده، وهترموا نفسكم في البحر، واللي انتوا يعني ازاي والكلام ده. وعندهم بقى ودخلوا بقى طلعوا فينا، يعني واحد بيقول كلمه والتاني بيقول كلمه وده بيقول كلمه وكل واحد بيقول كلمه وانا مش عارف ارد عليهم، لان يعني انا بسمع. فواحد فيهم بقى يقول لي انت هترمي نفسك في البحر وانت اتهبلت وانت ازاي، وطب ومش الجماعه واهلك وانا وانت والدنيا والامتحانات والكليه وكل ده. طبعا الموضوع كان تقيل، كان حساس، واحنا كنا فعلا في فتره امتحانات وكان في ضغط وكده. فانا ساعتها يعني من كتر الحاجات اللي هم قالوها لقيت نفسي قلت ليه ما هاخدش الهزار معاهم ليه. فرديت عليهم يا عم يعني انت شايف ان احنا حالنا هنا حلو، هنعمل ايه هنا يعني، القبض والمرتبات، وبعد ما نتخرج طبعا هنشتغل ايه، هنعمل ايه، وهنروح فين وهنيجي منين، وما احنا ملناش لازمه واحنا. وقعدت اقول كلام كتير يعني ما كانش له لازمه صراحه. قلب الموازين بقى صاحبنا الهادي اللي هو اهدى حد فينا ما بيتكلمش، لقيته بيقول ايه، بيبص له كده بيقول له لو هيروح انا هروح معاه. رد عليه التاني وقال له يا عم اقعد، هتروح فين يا ناقصه بقى، احنا بنتكلم بجد دلوقتي، بطل هبل، احنا قاعدين بنتكلم بجد لما نشوف المشكله دي. فرد عليه هو كمان يقول له والله يا عم لو بيتكلم بجد انا هروح معاه. راح ردد عليه قال له يعني انت هتروح، هو بقى طبعا ده كان اشطر حد يعني فينا
فرد عليه بيقول له يعني لو انت، طب هقول لك على حاجه، طب والله لو هتروح لا تروح لاجي انا كمان. خرج صاحبنا من الحمام طبعا سامع الكلام كله من جوه. ايه يلا يلا، ده اللي هو بدأها من الاول اصلا، اللي هو الخامس رادد قال لك يعني انتوا هتروحوا انتوا الاربعه وهتسيبوني هنا لوحدي يعني، طب يلا نروح كلنا. فلقينا نفسنا توحدنا القرار بجد. القرار بقى جماعي، ما عادش قرار اتنين ولا قرار واحد، بقى قرار جماعي فعلا. ويلا بينا يلا يلا. دلوقتي قفلنا موبايلاتنا، قلنا اللي معاه فلوس يحطها. حطينا كل الفلوس اللي كانت معانا حرفيا. واحد صاحبنا كان معاه ايفون كان عايز يبيعه، ما باعهوش في الاخر يعني. المهم ما علينا، حطينا الفلوس اللي معانا كلها، مبلغ بتاع طلاب جامعه، مش ان هي فلوس كتيره او كده. يلا يلا. قفلنا موبايلاتنا ونزلنا. خدنا اول تاكسي معدي وقفناه، ودينا على الموقف. رحنا الموقف، خدنا عربيه بيجو 7 راكب اللي بيروحوا اسكندريه. يلا اجرتك كام؟ قال لك قد كذا. فامسك، دفعنا الاجره. طبعا الفلوس كانت كلها مع واحد فينا وهو بس اللي بيدفع. فدفع الاجره للسواق يعني، لنا الخمسه، وقال له اطلع يا اسطى. جينا احنا الخمسه، هنستنى نفرين ومش هنستنى نفرين، لا يلا يلا بينا. دفعنا له الاجره كلها وطلعنا على اسكندريه. واحنا ماشيين في الطريق، فواحد فيهم بيقول طب ايه، كلمتوا الراجل المندوب اللي هيعدينا والكلام ده كله، ولا عملتوا ايه ولا كده؟ فقلت له استنى كده. فتحت الفيس عادي وكتبت على انا بصراحه يعني في اللحظه دي انا كان في دماغي ان احنا خارجين خروجه ما بين صحاب وكده، فلو احنا لو وصلنا اسكندريه مثلا وما مش اي حاجه، هناكل اكله سمك حلوه وعشوه حلوه وبتاع وهنرجع تاني، مش ان هو مشكله يعني. كتبت على الفيس رقم مندوب سفر ايطاليا مركب كده. والله كده رقم مندوب، والله كده فعلا مش بافور ولا بجمل ولا بقول ده اللي حصل بجد والله. رقم مندوب سفر ايطاليا مركب. خرج لي بوست قدامي على طول، رقم المندوب ومحطوط الرقم 012 والرقم باقي الرقم. اتكلم المندوب واول مركب طالعه بعد يومين. كان مكتوب كده بالظبط في بوست عادي منشور على الفيس يعني. اصلا اي حد هيشوف البوست يقول لك ده هبل، ده مش حقيقه الكلام ده. ما علينا. انا ما بشرحش على فكره تفاصيل عشان حد، انا بوعي. انا بقول لكم علشان اللي جاي في كل التفاصيل حرفيا. مخاطره من المخاطرات اللي هي نسبه نجاتك فيها تكاد تكون شبه معدومه. عشان بس تبقى عارف يعني، علشان انا مش ناقص مش عايز اتحط في اي مساءله قانونيه. انا فعلا الفيديو ده للتوعيه، للتوعيه ليس الا. اتصلت على الرقم. الو الو، قلت له كذا كذا معايا. ايوه مين؟ قلت له احنا مجموعه وعايزين نسافر ايطاليا. قال لي مجموعه كام؟ مجموعه كام؟ قلت له احنا خمسه. قال لي وفي حد عايز يسافر ايطاليا الساعه 2 الظهر؟ انت بتهزر. قلت له احنا على فكره في الطريق الاسكندريه يعني، قول لي انت نعمل ايه، عايز نرجع ارجع. قال لي لا خلاص، طالما انت في الطريق اول ما توصل اسكندريه انزل من العربيه وكلمني. قلت له ماشي. وصلنا اسكندريه ورننا عليه، قال لك اركب اول ميكروباص رايح إيه. وبعدين ايه، رن عليا اول ما تركب، اول ما الاتوبيس يتحرك. رنيت عليه اول فعلا ما الاتوبيس اتحرك. قال هو في الاول كان قال لنا واحد يركب جنب السواق وايه، والباقيين يركبوا عادي يعني، ما تبانوش ان انتوا مع بعض او كده. قلت له ماشي. ركبنا. بعد كده الميكروباص اتحرك. واول ما بدأ يتحرك اتصلنا عليه. الو الميكروباص بدأ يتحرك. قال لي بص في ساعتك و20 دقيقة من دلوقتي خلي الميكروباص يقف. اول ما تشوف الحاجة الفلانية كذا كذا كذا، خلي السواق ينزلك. قلت له ماشي. فاول ما فعلا شفنا الحاجه اللي هو قال عليها يعني، مش عايز اقول تفاصيل عشان ما يعني ما يبقاش، مش عايز الفيديو ده يضرني يعني، فمش عارف، مش هقول تفاصيل اماكن او اسماء ناس او كده لا، بس اقول لكم فعلا كل حاجه وكل حاجه مشيت ازاي. نزلنا بعد 20 دقيقه في الصحراء على طريق سريع، احنا مش عارفين احنا فين. الجو كان فعلا خلاص ليل يعني. قلت له في اسطى بعد اذنك نزلنا هنا. السواق بيقول انتوا رايحين فين وبتاع، قلنا له بعد اذنك بس نزلنا. راح بص لنا كده وقال لنا ربنا معاك، ربنا معاك. قلنا له تسلم وبتاع، بس مفيش اكتر من كده ولا اي كلمه تانية اتقالت. نزلنا يا دوب، نزلنا من الميكروباص لقينا عربيه ملاكي جايه تجيب فلاش. خدت فلاشين ثلاثه كده سريع، بص طاير، راح موقف قدامنا. اركب 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 اركب. احنا ركبنا من غير تفكير يعني خلاص بقى من هنا بقى الدنيا اتقلبت
بعد ما كانت هزار على القهوه من 3 4 ساعات، حياتنا كلها اتغيرت حرفيا. واللي يعني خلاص عرفنا ان احنا دخلنا في حته ما فيش فيها رجوع، وراح نازل بينا في الصحراء على طول، والجو ضلمه طبعا احنا مش شايفين. وفضل بقى ماشي بينا، يعني مش عايز اقول لكم ساعات، ماشي بينا مسافات كبيره يعني جوه في قلب الصحراء. وبعد كده نزلنا يسلمنا العربيه تانية نص نقل، وعربيه نص نقل تاخدنا وصلتنا، مشيت بينا في حته تانية، ويطلع جبال وينزل من جبال والكلام ده كله. وبعد كده ركبنا عربيات تانية، وبعدين العربية اتسلمنا العربية، وعربية اتسلمنا العربية. يعني بعد أول ما غيرنا بقى أول عربيتين تلاتة كده، بقينا خلاص بقى احنا يعني فعلا جوه في قلب الصحراء، في نص الصحراء، فاللي هو انت لا مفر، يعني لا فعلا لا مفر، خلاص هتروح فين هترجع فين؟ ما عادش، وتليفوناتنا طبعا مقفولة ومحدش عارف احنا فين، واختفينا يعني. من هنا بدأ الاستغلال بقى. هم طبعا مدركين دي حياتهم، حياتهم جوه في الصحراء، انما احنا يعني طلاب جامعة في هندسة وبتاع، يعني أول مرة نتحط في موقف زي كده. فالاستغلال بدأ بقى فين؟ يقول لك هات 200 جنيه علشان اركبك العربيه اللي بعدها، هات كذا هات كذا. المهم خلصوا الفلوس اللي معانا حرفيا يعني ما بينهم وبين بعض. يعني احنا كان في دماغنا ان دي فلوس بتدفع، بس طلع ان الحقيقه لا، يعني هم بياخدوها العيال اللي بتوصلنا دي، او الناس اللي بتاخدنا توصلنا. يعني بيقول لك ايه، انا هطلع منهم بشويه فلوس. فكانوا فعلا قلبونا يعني في الفلوس اللي معانا. ما علينا. وصل في الاخر ان احنا بقى بقينا ننزل، يمشونا شويه نجري، يجي واحد يعني كانوا بيسموه دليل، يجي الدليل احنا نطلع نجري وراه في قلب الصحراء بقى، نجري وراه وفي قلب الليل. ويعني رعب. رعب والله يا جماعه، رعب فعلا، فاهم؟ اطلع اجري وراه، وانت ما ينفعش تقف، سواء لو بعد عنك يعني هقول لك 5 متر بس، انت خلاص كده انت بالسلامه، الله يسهل لك يعني. اختفي، مش هتروح فين؟ هتروح فين؟ هو مش هيستناك. خدناه جري وراه، نجري يجري يجري. بعد كده قابلنا عربيه تانية، نركب، نمشي يمشي بينا، يعني ننزل نجري شويه، عربيه تانية تقابلنا، وده انها دايره شغاله لحد حوالي الساعه 2 3 بالليل. لقينا نفسنا في قلب جبل وقف، يعني في قلب منطقه كلها جبال وحاجات كده. قال لك ايه، انزل. شايف الفلاش اللي هناك ده؟ كان في فلاش هناك كده، نقطة نقطة صغيرة خالص منورة، شايفها؟ امشي عليها، روح له. احنا انت هتسيبنا فين؟ انت بتهزر؟ يعني ما ينفع. وفعلا هنا انت بدأت تشوف الموت بقى، يعني من هنا اصلا يعني لسه في اول يوم وبدأنا فعلا بجد نشوف الموت، فاهم؟ اللي هو احنا لو لندا دي اختفت، احنا خلاص اختفينا، احنا كمان هنموت في قلب الصحراء يعني. وصلنا له، قابلنا اول حاجة قال لنا موبايلاتكم. خد مننا الموبايلات كلها لمها. انتوا منين؟ قلنا له احنا من الشرقيه. قال لك خلاص ماشي، اقعدوا هنا بياتوا هنا، وبكره الصبح ايه هنتحرك. قلنا له ماشي. والموبايلات قال لك هنديها لكم بعد كده. قلنا له ماشي. فاحنا بقى بنحسب نفسنا لوحدنا، سمعنا اصوات همس بسيطه خالص كده، فبنقول لحد هنا. لقينا يجي 200 مليون واحد بيقول انا هنا، كلهم في نفس يعني. شفت لما بيحصل دوشه جماعيه كده؟ ده اللي حصل. يعني مش مهم اعداد ومش مهم اسامي، بس فعلا كان في ناس كتير بطريقه يعني احنا لا نتخيلها. يعني هتشوف، بص في الصور، هحط لكم صور لكل حاجه زي الصوره دي مثلا. بياتنا كانوا هم بقى، احنا بنبص نشوفهم فين مش شايفين حد. المهم وصلنا اللي هم لقيناهم في حته كده، يعني انت شايف الكهف؟ هو الكهف كده، وهم يعني نايمين جواه، فاهم؟ كلهم نايمين كده فوق بعض، زي ما يكون كومة قش، حرفيا كومة قش محطوطة فوق بعضها. احنا ما كناش فاهمين ليه طالعين نجري وتنقلات وبتاع، فكان الواحد لسه جسمه فيه حركة وجسمه لسه فيه سخونية وكده. كانوا نايمين فوق بعض يعني زي كوم قش. شفت انت كوم القش اللي عامل كده؟ كوم قش. 10 دقايق بالظبط او 5 دقايق جسمنا بدأ يبرد يبرد يبرد. بدأنا ندرك ان احنا في قلب الصحراء، والهواء كان شديد بطريقة صعبة يعني. شهر 11 كان الجو ساقع، كان الجو ساقع، وكان الجو صعب صعب صعب. احنا ما كناش عاملين حسابنا، احنا خارجين من الجامعة عادي. المهم في الاخر اترمينا فوقهم احنا كمان. وعدينا اليوم ده، تاني يوم الصبح صحينا، جالنا بقى واحد بكرتونة كده فيها شوية شيبسي وعلى شوية جبنة مثلثات وشوية عصاير صغيرة. ونشتري بقى نشتري بقى. احنا طبعا كنا لسه متقلبين فلوس اللي معانا كلنا، فحرفيا اللي باقي معانا ما عرفناش نشتري غير ازازتين ميه بس، يعني كيسين بسكوت، كيسين بسكوت وكيسين ميه، يعني احنا الخمسه. ما كناش عاملين حسابنا ان ده اللي هيحصل، يعني كنا في دماغنا او زي ما كنا بنسمع على ان السفريات دول كده هم بيبقوا اكل وشرب وبيحصل كده، انما الكلام ده ما كانش الحقيقه يعني. وعندنا اليوم
النهار عدى، فضلنا قاعدين مكاننا. كنا حوالي يعني في الموقع اللي كنا فيه ده، اللي هو الجبل، كهف الجبل، كنا حوالي بتاع 50 60 واحد، يعني 70 واحد لا يقل عن كده، لحد ما الشمس بدأت تنزل. وبعد كده قال لك يلا نتحرك وهي الشمس لسه بتغرب. بدأنا نمشي وراه طبعا. الدليل احنا مش عارفين احنا فين، ولا في بلد اسمها ايه، ولا اي حاجه، احنا ماشيين وخلاص. يعني هو يمشي هنا احنا ماشيين وراه وخلاص. خلاص بقى حياتك باظت يعني. احنا فعلا خلاص. انت شفت ان هو انا بس يعني عايزك تركز معايا ان شفت احنا كنا طلاب هندسه في يوم عادي، جت كده فعلا. يعني اللي هو ولا اي حد عامل حسابه في اي حاجه، ولا اهالينا تعرف ولا اي حاجه خالص. لا يعني اقول لكم هكمل. نزلنا نزلة الجبل، لقينا شويه عربيات ملمومين. من العربيات دي بقى مشينا، رحنا على حته المفروض ان هم بيسموها الهضبه، بس احنا مش عارفين ده ايه يعني، لانها عاليه قوي. فضلنا نطلع بقى، وهنا بدانا فعلا نشوف النور بقى. اللي هو انت ما يعني انت مش واكل، مالكش صحه، وبتطلع جبل عالي، عالي قوي 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 قوي. كمان الناس بدأت تقع، وكان في ناس كبيرة بدأت فعلا تقع، ناس تطلع لفوق كده، وبعدين تلاقي جت زلطة تحت رجليه مثلا ولا حاجة تخليه ينزل. محدش بيسأل يعني، محدش هيسأل فيك بقى، هو بينزل خلاص، محدش عايز يكملنا. طلعنا لحد فوق. بعد كده ريحنا بالظبط 5 دقايق. الشمس بدأت تنزل كمان شوية، والجو بدأ يليل. ويلا بقى قال لك ايه، هنتحرك في الطريق لليبيا. هنا بقى بدأنا نخش ايه يعني. احنا كده خلاص عدينا تقريبا حدود مصر. هنعدي الصحراء دي عايزه لها فيديو لوحده، لان حصل فيها مواقف كتير قوي لازم تعرفوها. هنا يعني المعادن بتظهر، وبتعرف حقيقة نفسك، وحاجات كتير قوي يعني بتتعلمها. فانا هحكي لكم كل حاجه، وانا ايه اللي اتعلمته يعني من ان انا معدي صحراء ماشي على رجلي دي. ربنا يحميك، ربنا يحميك. من مصر لليبيا، ايه اللي حصل فيها وايه اللي احنا شفناه، وازاي الناس كانت بتتعامل مع بعضها، وازاي كانت الميه كنز وهي اغلى شيء في الحياه. ازاي كانت الميه نجاتك الوحيد، كانت تتقال بالذهب في الوقت ده. لو عايز تكمل الرحله ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان تكمل معايا رحلتي، لو عايز تعرف الرحله كلها. واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.